ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير. قبل ما نبدا الفيديو صلاه على الحبيب قلبنا يتيب، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. انا بك بقونص بالبصل ومكرونه محمره جنبها والف هنا وشفا. هنا بقى بقونص بنقعها في ملح ودقيق، ما بحطش عليها خل عشان نخلي بيها الكبده، ممكن نحط واحده ليمونه. هنعمل بقى مكرونه اللي هي المرمريه دي. انا اول مره اجرب كاريزما دي، انا اول مره اجربها بصراحه. طبعا بعيد عن صوتي اللي عندي برد مدمرني، والله برد مدمرني بطريقه فظيعه يعني. هو باين على صوتي. هنا بقى هنحط عشان نحمر المكرونه حته سمنه وشويه زيت. ما عندكيش سمنه حطي زيت، ما عندكيش زيت حطي سمنه، ما عندكيش سمنه حطي زبده، مش هتقول لا. هننزل بقى كده بكيس مكرونه، انا عملت كيس وشويه وتاكلوا، يا ريتني كنت عملت الكيسين، بس الحمد لله يعني اليوم عدى والحمد لله وكلنا وشبعنا وبألف هنا وشفا. يعني نقضي يومنا. طبعا الظروف زي الفل، نمشي على قد. طبعا بعتذر طبعا برضو تاني مرة عن صوتي، لان انا عندي برد، والبرد عاملي صداع ومناخيري مقفولة نهائي وباخد نفسي بالعافية. يعني أنا اصلا عندي الجنوب الانفية، عندي حساسية في الجنوب الانفية. المهم عشان انا كده بقى، يعني انت كده بتدخلنا في مشاكلك وعايك، احنا هنمنعها بقى. هحمر بقى المكرونه كده، هوطي النار عليها يعني، مش هديها وهقلب بقى. وبعد كده بقى انزل القوطه دي مضروب فيها قرن فلفل احمر سبايسي، لو انتم مش عايزين خلاص ما حطلاش الا ملح وفلفل وكمون، ممكن واحده ماجي وخلاص كده. في شوربه بنزود شويه شوربه، ما فيش خلاص بس مش بحط لها حاجه اكتر من كده، ملح وفلفل اسمر وكمون وواحده ماجي، ولو ما فيش خلاص باحطها بقى تقلب كده شوية، وبعد كده بقى باهدي عليها النار واسيبها بقى تستوي، ما بتاخدش حاجة يعني. هنا بقى 3 بصلات وفلفلين سبايسي و2 رومي، هاضربهم في الكبة ضرب. ممكن لو انتوا قادرين تخرطوا خرطوا، لكن انا بديها فرمة صغيرة كده في الكبة وخلاص. هنا بقى حطيت شوية زيت صغيرين قوي، والمفروض كنت استغنيت عنهم اصلا، يعني ما كانش محتاجة، يعني هي ما كانش محتاجة اصلا اي بتاع اي دهون. في ناس بتشيل الدهن اللي على الكبدة وفي ناس بتحطه، فعادي. انا في الحالتين ساعات بشيله وساعات بسيبه يعني. فهنا بقى خليها تاخد لون الاول كده، ومفروض ما كنتش حطيت زيت ما دام كان في دهن. اصحى انا المفروض اوفر زيت اصلا، وانا اصلا ما عنديش زيت اصلا، والبطاقه بتاعتي محروقه بتاعت التوميق، والحمد لله يعني. دي صدمه، دي حاجه بسيطه اوي من اللي بيحصل لي. هنا بقى هنزل بالبصل بعد ما تاخد لون، وهديها بقى افضل اديها شويه ملح وكمون برضو وشويه فلفل اسمر عشان الزفاره، وهسيبها ما بتاخدش حاجه يعني، بتستوي على طول عامه. والكبده والقرصه بيستووا مع بعض. هنا بقى هفضل اقلب فيها كده، وبحط الملح اخر حاجه وبقفل. ادي الملح اهو، ويدوب بقلب تقلبتين وبقوم قافله النار بس. ادي كانوا شويه مكرونه محامير تحفه والله، يعني كانوا حلوين قوي. وادي الكبد والقوانص اهيت، والبقرة كانت مفلفلة. المكرونة المحمرة دي بتتاكلش لو هي سخنة على طول يعني، ولما بتبرد برضه منسيبهاش، نسيبها يعني لا. بس اشوفكم في فيديو جديد ومع السلامة. وكان فيديو صغير